النهارده الوصفة للناس اللي بتحب السبايسي والطعم الحراق. هنعمل هريسة الشطة، يعني حاجة كده جميلة قوي وكتير قوي من الناس بيحبوها. وانا عن نفسي بحب اضيفها لبعض الاكلات زي المحاشي، زي الكشري، الحاجات اللي هي تخلي طعم حاجة تانية كده. انا عندي كيلو من الفلفل الاخضر الحامي ونص من الفلفل الاحمر الحامي، غسلتهم وصفيتهم. وبعد كده هعمل هبدا ان انا اشيل القمع اللي فوق ده وابدا افتحها واطلع كل البذور فيها. خلي بالك انت لازم تكوني لابسه جوانتي، علشان طبعا حامي قوي على ايديكي فممكن يحرق لك ايديكي. خلاص. انا بشيل البذور ليه؟ ان البذور دي بيبقى فيها نسبه حرقيه عاليه قوي، فبحاول اتخلص منها. لو انت عاوزاه تعمليها بالبذور دي حاجه ترجع لك وحسب الحريه الشخصيه. هنا خلاص خلصت كله، وبدات ان انا نضفتهم كويس قوي. خلي بالك انت تكوني الجوانت شايفه اتغير لونه ازاي. صعب قوي ان تكوني عاملاه بايديكي. بعد كده هكون مجهزه عندي الكبه، وهبدا افرم الفلفل كله في الكبه. لو انت وصلت